الاستمرار في الحبس ده حاجة عبد النبي فيها ذمة القضية ممكن يطلع من 15 يوم. في وعود اصلا من الامن كانوا واقفين على قعده عرفان الحاج عبد لا النبي. اله الا الله. بعد قرار النائب العام احنا قدمنا استئناف الحاج عبد النبي الصبح هيقرر باستئناف امر الحبس وهينزل جلسه تجديد حبس يوم السبت. يوم السبت هيظل على قيد الحبس يوم السبت. هيظل على قيد الحبس يوم السبت والمفروض صدر له القرار 15 يوم النهارده. عملنا استئناف في القرار ده. هينزل غرفه مشوره قدام الجناح المستأنفة غرفة مشورة يوم السبت إن شاء الله. هو هيقرر الصبح بكرة إن شاء الله في النيابة إن هو يستأنف قرار أمر الحبس وإن شاء الله ينزل جلسة يوم السبت. طيب مين اللي كان في السوق؟ أنا سامع إن أنت كنت في السوق؟ كنت في السوق. كنت معاهم في المستشفى كلكم في ساعة ما خدوه المركز. طب احكي لي اللي حصل في السوق كده. إيه اللي حصل في السوق والتعدي اللي حصل ده؟ وأنا كنت شايف يعني الفيديو اللي منتشر ان في ضرب وفي كذا وفي كذا. الساعة 5 في ضرب. الساعة 5 الصبح. اجوا علينا ضرب على طول من الساعة 5. يعني هم كانوا زي ما من هي من بيتها دي. واتصل على ناس شافت بشكارب بتتحدف سلاح من عصفور ليل. شفنا شكارة مليانة سلاح وزخارف بتتحدف ليل من عصفور. كانت في عربيات شغاله تجيب ساعة ما الشكارة اللي حدفت اللي بيعمل كلها طب الناس كلها طب من السوق. يعني طب انا هقول لحضرتك على واقعه حصلت والاجهزه هناك عندهم علم بيه. 3 عربيات اتحركوا من ابن العاص عايزين يعملوا عمليه خطف ل3 رجاله. 3 رجاله من كفر غنام ومن عزبه جنبينا هنا. وبالفعل رئيس قبل الحادثه بعد الحادثه لسه ولا امبارح احنا نملى البلد دلوقتي على اساس انت واخد بالك عليك. رئيس المباحث عنده علم اتصلنا بيه وعنده علم لعند ما اتصل وقال هم ده كانوا 14 واحد مسلحين كانوا موجودين في العربيات. ايه اللي انت عملته؟ عملت ايه؟ ولا شيء. ده احنا في دولة قانون. لا انا بتكلم في نقطه تحرياتك خلاص ماشي. انت بتقول انتحاراتك بما يرضي الله. طب حاضر وتحرياته ازاي اذا كان انت بتقول لحضرتك ان مخبر طالع من ابو العاص هو اللي عمل التحريات. تحريات عليك انت؟ طب هو ما طلعش من مركز السنبلاوين؟ ده انا هو بيتكلم في التحريات ديت بيتكلم في التحريات على الواقع نفسه. على الواقع نفسه. طب ازاي ال3 عربيات دي انت ما عملتش اي حاجه ليهم؟ الكلام ده كان امبارح ولا اول امبارح؟ اول امبارح ما عملش اي حاجه يعني كان في عمليه خطف يعني. طوفوا حد 3 رجاله وانت عارف. طب يختفوا ليه؟ يعني ايه سببه؟ احنا خلاص احنا ضربنا وانا بلطجت في السوق وعملت اللي انا عملته. طب ما الحاج عبد النبي ما كانوا واخدينه رهينه لولا ان هو كان هيسرق منهم يوم الحادث ما كانوا واخدينه رهينه. كانوا خانوه كانوا واخدينه رهينه. كانوا خاطفين السوق. خاطفين على الموتوسيكل ورايحين والشاهد على كده موجود. هم كانوا خاطفينه والشاهد على ان بره المجال ده الخبر والناس فعلا مشت طالعين من ابن العاص وماشيين على حدود الشرقيه. بلغنا مركز السنبلاوي. مشكور محمد بيه طمان. مشكور الغفر كلها جت وجالنا بس جت على حدود بوكس. بس هو قال انا اخر كفر غنام ما اقدرش اطلع عن كفر غنام. أيوة. الراجل مشكورا بعت عربيتين بوكس برجالتهم. مشكورا محمد بيه طمان. مشكورا امن مداخل البلد كلها وامن مداخل البلد كلها. عمل هذا الفرق هو بين مركز شرطه معلش برضو احنا نقول يعني في اي ومركز شرطه. احنا بص احنا مش هنستعمل الشرطه يا استاذ بعد اذن حضرتك احنا بنقول السلبيات ايوه والايجابيات. تمام بندي كل واحد حق. تمام. بس انا بقول لك مركز السنبلاوين عمل ايه ومركز كفر صقر عمل ايه. تمام. ان الناس بتستغيث بيه من الساعه 5 الصبح. من الساعه 5 الصبح مفيش بوكس فاضي. جه حتى مش على الطريق شغل سرينه عمل بس للناس ان في تواجد امني. مفيش. صح. وبعدين معلش احنا في الاخر مصريين وانت عارف احنا بنخاف ازاي واحنا شعب كرباج واحنا انت فاهم الدنيا دي كلها. مجرد بس الناس اللي عليها احكام دي ساعه ما يشوف بس يسمع سرينه بتاعت بوكس او يشوف عربيه بوكس معديه. يعني الناس اللي اعتدت على السوق لا عليها احكام. اكيد طبعا يا بيه. اكيد طبعا يا بيه. ما انا قلت لحضرتك في اول الكلام ايه اللي يقول ان محمود عبد النبي راجل مش مظبوط. شوف السي في بتاعه في ايه. صح. شوف عندك اهوت شوف مركز السنبلاوين شوف الجنايات شوف عنده تهم عنده احكام شوف عنده ايه. وتعالى على الطرف الثاني شوف مين المتهم 1 2 3 4 اكشف عنه شوف عنده كام تهم. في الحاله دي بقى انت شوف قرر. صح. قرر قبل ما تحكم عليا ان انا راجل بلطجي او ان انا راجل الواقعه بتاعت متهم انا يشدني الواقعه بتاعت الرجاله اللي كانت بتلف عشان تخطف. والمشكله هم عندهم علم بيه. ايه اللي تم عملته ايه؟
عملت ايه؟ ما عملش اي حاجه خالص. قعد مع الناس، هم لفوا، المفروض ان هم كانوا بيلفوا من حدود الساعه 10:30 وراحوا على كذا مكان في ابو الشهور وراحوا على عزبه، وكانوا متجهين على البلد من ورا كده، وهيجوا على هنا 5 دقايق يخلصوا ويمشوا. عرفوا ان الناس اتلمت، عرفوا ان في هنا غفر جم قدام البيت، قاموا جايين راجعين، رجعوا تاني. ده انا اقول لحضرتك، طب حضرتك انت عندك علم وقلت 14 واحد في العربيه، عملت ايه لل 14؟ حضرتك عملت ايه؟ رئيس المباحث عمل ايه؟ ما عملش اي حاجه. طب ليه؟